اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ربنا تعالت كلماته: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأمل قليلا أخي المسلم هذه الآية، وتعرف على ما تحتويه من معان جليلة. كل نفس ذائقة الموت بهذا العموم وذلك الشمول. لن يفر أحد ولن يهرب مخلوق من هذه الحقيقة أو من هذه النهاية. كل نفس ذائقة الموت. الحاكم يموت والمحكومون يموتون، الغني يموت والفقير كذلك يموت، صاحب الشأن العالي وصاحب الفهم المدرك يموت، والإنسان الحقير التافه كذلك يموت، فلا أحد يقرب مما قضى الله وقدر. كل نفس ذائقة الموت. تذوق الموت كأن الموت مجرد جرعة تتذوقها النفس. جرعة، معنى ذلك أن النفس أو الروح لا تموت، وإنما الذي يموت هو الجسد وحده، لأن الموت عبارة عن شيء يتذوقه الإنسان عند الاحتضار، والذي تتذوقه سرعان ما ينتهي، وتبقى الحقيقة الخالدة عندك، وأن النفس قد صعدت إلى بارئها جل جلاله. الناس يتساوون في هذه القضية أو في هذه الآية، ولكن الذي يفرق بينهم شيء آخر، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كل حسب ما عمل وقدم في هذه الدنيا، علمت نفس ما قدمت وأخرت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هناك من يأخذ بعض أجره في الدنيا، ولكن أجر الدنيا لا دوام له ولا بقاء، شأن النفس الإنسانية، ولكن الأجر الحقيقي هو الذي تحصل عليه يوم القيامة على عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم يقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
فمن زحزح، كأن النار لها جاذبية شديدة تجذب كل عاص إليها وتجذب كل من تقرب منها. ويحتاج الإنسان للنجاة من النار إلى شيء قوي، شيء كبير يتغلب على هذه الجاذبية لينقذ الإنسان من هذا المصير السيء. فمن زحزح عن النار، عملية الزحزحة، الإنسان نتيجة الجاذبية التي تجذبه إليها النار كأنه شيء ثقيل جدا يحتاج إلى آلة قوية تحركه. فما هي تلك الآلة؟ ليس إلا العمل الصالح. هذا العمل الصالح الذي يزحزحك بعيدا عن النار ويدخلك الجنة فتفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حقيقة إن الحياة متاع، ولكنها ليست المتاع الحقيقي، وإنما هو المتاع الخادع، المتاع الذي يغر الناس فيجعلهم يتمسكون به ويتشبثون به، ولا يريدون أن يفرطوا فيه بأي حال من الأحوال. ولذلك يصفه الله تعالى بأنه متاع الغرور. متاع الغرور. فلماذا تغتر به أيها الإنسان؟ روي أن معاوية بن أبي سفيان طلب من ضرار الصدائي أن يصف له علي بن أبي طالب، فقال له: أعفني يا أمير المؤمنين. قال: لا بد أن تصفه. فأخذ يصف عليا كرم الله وجهه بما يتجمل به من صفات وعمق دين وعقيدة وأخلاق، ثم قال: ولقد رأيته في سواد الليل وقد أرخى الليل سدوله آخذا بلحيته يتململ تململ السليم. وكلمة السليم معناها الملدوغ الذي لدغته عقرب أو أفعى. علي في سدول الليل يتململ ويشد لحيته ويهز رأسه ذات اليمين وذات الشمال ويقول: إيه يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد باينتك أي طلقتك ثلاثا لا رجعة بعدها، فعمرك قصير وخطرك حقير. ثم قال: من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا علي
العارف بربه الخبير بأمر الدنيا وأحوالها يشكو من قلة زاده، ليس زاد الدنيا، وإنما يشكو من قلة الزاد الذي يأخذه معه في سفره إلى الآخرة. فأي زاد لدينا إذا كان علي يشكو قلة الزاد؟ من قلة الزاد وبعد السفر. السفر طويل فيحتاج إلى زاد كثير، والطريق موحش، أي أنه لا أنيس له فيه ولا جليس، لا أنيس لك هناك إلا عملك الذي قدمته في هذه الحياة الدنيا. يقول عن الدنيا إن عمرك قصير وخطرك حقير. وقال شاعر عن الدنيا وهي تتحدث عن نفسها: هي الدنيا تقول بملء فيها، هي الدنيا تقول بملء فيها. تقول ماذا؟ لا تغتروا أيها الناس بما أنا فيه وما أزينه لكم من متاع الحياة الدنيا، فلا يغركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. الدنيا تتزين فتغرك، والدنيا تبتسم لك فتبتسم أنت لها، ولا تعلم ما وراء هذه الابتسامة، فإن وراءها النوح ووراءها البكاء. حياتك يا ابن المنى والرجاء غرور متاع ودنيا رياء. إذا ألبستك ثياب العروس فإن المنية تحت الرداء. حذارك منها إذا ما ابتسمت فإن السرور نذير البكاء. الموت، وما أدراك ما الموت؟ قلنا إنه لا مهرب منه، ولذلك كان الموت هو الحقيقة الوحيدة في الوجود التي لا يتشكك فيها مخلوق أبدا. إن الحقائق في الوجود كثيرة. الله حق، والملائكة حق، والرسل حق، والقرآن حق، والجنة حق، والنار حق. ولكن هذه الحقائق كلها تشكك فيها الناس قديما وحديثا. شكوا في الله هل هو موجود أو غير موجود، وشككوا في الرسل وفي الوحي، وشككوا في القرآن، وشككوا في وجود ما يسمى بجنة أو نار. كل ذلك شكك فيه المتشككون في القديم، وما زال يتشكك فيه المتفلسفون في العصر الحديث. لكن الشيء الوحيد الذي لم يشك فيه مخلوق إنما هو الموت وحده. ولذلك روي في قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ورد في تفسيرها أن اليقين هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك الموت، لا تتوانى ولا تقصر ولا تهمل طيلة حياتك حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الموت له رهبة يخافه الجبابرة، ويخافه الرحماء والضعفاء والأقوياء. الكل يخافه، الطغاة والسلاطين
والجبارون في الأرض والضعفاء والأقوياء والفقراء والأغنياء والكبار والصغار على حد سواء، الكل يخاف الموت ويخافه. فإذا هو السلطان فوق السلاطين كلها، ولا سلطان فوقه إلا سلطان الله رب العالمين، لأنه هو الذي خلقه. العبرة ليست بالموت وإنما بما بعد الموت. الموت قد يكون سهلا في بعض الأحوال على الناس، لكن موت القادة وموت الزعماء قد يكون ذا ناحيتين. قد يفرح الناس عند موت قائد لأنه طاغية جبار، فالموت خلصهم من سلطانه وجبروته، ولكنهم في الوقت ذاته يخشون ما يأتي من بعده. فهل يأتي طاغية أو جبار آخر ليسومهم سوء العذاب، أم يأتي رجل آخر يرحمهم برحمة الله؟ ولكن هناك من القادة من يأسى عليهم الناس ويتألمون تألما شديدا، وهم القادة الذين يعيشون بين رعيتهم بالعدل والقسط والرحمة، فهؤلاء يبكي عليهم الناس جميعا، أما غيرهم فما بكت عليهم السماء والأرض. موت القادة شديد على الناس. لماذا؟ لما يأتي من بعده؟ لأن الناس يتقاتلون على المناصب، وإذا تقاتل الناس من بعد القادة على المناصب فكل على الأمة السلام، لأنه يفسق بعضها ببعض ويضرب بعضها بعضا. وهذا ما يخشى على الفلسطينيين بعد موت قائدهم، لأن المتطلعين إلى المناصب كثيرون، والذين يتملقون اليهود ويتملقون الأمريكان كذلك كثيرون، فهؤلاء هم أصحاب الدنيا المغترون بمتاعها، يتقاتلون على مناصبها وعلى قيادة الناس بالباطل، فهؤلاء هذا هو الذي يخشى عليه من بعد الموت. ولكننا لو رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يطالبنا ألا نكون عباد أشخاص. يطالبنا القرآن ألا نكون عباد أشخاص، وإنما نكون عبادا لله وحده، وأننا نتبع المبادئ لا الأشخاص مهما بلغوا من منزلتهم عند الله ومكانتهم عند الناس. عندما أشيع في غزوة أحد أن الرسول قد قتل عليه الصلاة والسلام، استكان بعض المسلمين ويئسوا من الحياة وألقوا سلاحهم، حتى إن أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما مر على جماعة من المقاتلين وقد ألقوا سلاحهم وقعدوا على الأرض، فقال لهم: ما لكم هكذا؟ قالوا: مات رسول الله. الرجل الفاهم الواعي يقول لهم: وما قيمة الحياة بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. الرسول مات على الحق، الرسول مات وهو داع إلى الله، فموتوا على هذا المبدأ.
وأنزل الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد واحد من الأنبياء والمرسلين، يجري عليه ما جرى على الأنبياء والمرسلين من قبله من الموت والخروج من هذه الدنيا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذا أنتم تكونون عباد أشخاص لا عباد مبادئ، ولا أصحاب مبدأ تعيشون عليه. لستم عبادا لله إن كان الأمر كذلك. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية تلاها سيدنا أبو بكر يوم مات رسول الله بالفعل. فلما مات رسول الله ماذا فعل الصحابة؟ شدخ بعضهم، وبعضهم جلس على الأرض لا يستطيع حراكا، وبعضهم أصبح يكاد أن لا يتكلم كأنه قد أخرس. وخاج سيدنا عمر بين الناس وقال قولته المشهورة: من زعم أن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا. لأن موت رسول الله أكبر فجيعة في هذا العالم قديما وحديثا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب، بما معناه من أصيب بمصيبة أي واستعظمها فليتذكر مصاب المسلمين فيه. مهما عظمت المصائب فإنها تكون أمام مصيبة المسلمين بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت مصيبة كبيرة لم يتحملها الكثير من المسلمين، ولكن الرجل المؤمن الأول بعد رسول الله يخرج على الناس ويقول: على رسلك يا عمر، أي تمكن، واسكت يا عمر، فسكت. ثم قام أبو بكر يقول في الناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا تلك الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهنا يتنبه عمر ويقول: والله لكأن هذه الآية لم تنزل إلا يومئذ، أو كأني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. هذه الحقيقة التي يجب أن يعرفها الناس. وانتقلت السلطة من أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدوء تام، لا تقاتل ولا تضارب ولا تشاتم، وإنما انتقلت بطريقة شرعية عظيمة هيهات أن يأخذ بها الناس اليوم، أو ليس الناس يعتبرون ويأخذون بها اليوم. لقد اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليتدبروا أمر الأمة بعد وفاة رسول الله. الأنصار لا يريدون أن يستأثروا بالسلطة، وإنما نظروا إلى أن المهاجرين أصبحوا مشغولين بموت رسول الله وتجهيزه عليه الصلاة والسلام، ولا بد للأمة من رجل يدبر شؤونها وأمرها. فأخذوا ينظرون في هذا الأمر فيما بينهم،
وسمع بذلك أبو عبيدة وعمر وأبو بكر الثلاثة من المهاجرين، فانطلقوا إلى سقيفة بني ساعدة وأخذوا يتشاورون في الأمور ويتداولونها. وقال بعض من الناس من الأنصار: منكم ومنكم أمير ومنا أمير. فأبى أبو بكر إلا أن يكون الأمر واحدا وأن يكون الأمير شخصا واحدا، وتداولت الآراء دون اختلاف مقيت، وإنما اختلاف وجهة نظر تؤدي في النهاية إلى الاتفاق على ما ترضاه الأمة ويرضاه قبل ذلك الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لهم أبو بكر: إن الأمة لا تنصاع أو لا تنقاد إلا لهذا الحي من قريش، لأن قريشا لها الأصالة ولها الريادة من قديم، والناس العرب لا يدينون إلا لهذا الحي من الناس. فعندئذ رضوا لأن يكون الخليفة من قريش. عندئذ تقدم أبو بكر وقال: أمامكم عمر وأمامكم أبو عبيدة، فاختاروا أيهما شئتم وشئتم. هكذا لا يرشح نفسه لخلافة رسول الله، وهي أعظم المناصب من الملك ومن رئاسات الجمهورية ومن السلطنة إلى غير ذلك. إنها خلافة النبوة أعظم منصب بعد النبوة ذاتها. لا يرشح نفسه لها وإنما يرشح غيره. فهكذا يكون الرجال وهكذا تكون الأمم الواعية الراشدة. عندئذ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما كرهت من كلام أبي بكر كلمة إلا هذه الكلمة، وما كنت لأتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ابسط يدك يا أبا بكر أبايعك. فبسط يده فبايعه، وبايعه أبو عبيدة، وقام الأنصار جميعا فبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه للخلافة. وهكذا ينبغي أن تنتقل السلطة عند الناس، عند المسلمين بالذات، وأن يتأسوا بهذا السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أما أن يتقاتلوا على المناصب فإن المناصب فانية. ولقد قال قائل لأمير من أمراء المؤمنين: تأمل يا أمير المؤمنين، إن هذا الكرسي الذي تجلس عليه لم يصل إليك إلا بموت من كان قبلك، وسينتقل إلى غيرك بمثل ما انتقلت أنت، مثل ما انتقل إليك. هكذا يكون الوعظ، وهكذا يكون تدبير الأمم وتدبير شؤون الناس، وهكذا يكون الوعظ. وكفى بالموت واعظا. فادعوا الله رب العالمين أن يوفقكم لما فيه الخير